السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كغاتان بالبروكلي وبالصدر ديال الدجاج اللي كيجي في المطاق خطير وكيجي لذيذ صراحه. كنتمنى تجربوها. غادي نشارك معكم واحد القطعه قبل ما ان شاء الله ما نمروا المقادير. كيجي مقرمش وكيجي لذيذ كما كتشوفوا. المهم هذا هو الشكل ديالو. نمروا ان شاء الله لطريقه التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج و500 غرام ديال البروكلي من قبل، يعني سلقتوه اولا كتقدروا تفوروه مع قبيصه الملحه. 2 حبات ديال البصلات كبار مقطعين شكل مربعات و200 غرام ديال الشامبينيو اولا الفلفل. نمروا ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. كنضيف هنايا 2 معالق كبار ديال زيت المائدة، وغادي نضيف البصله اللي قطعت على شكل مربعات. غادي نضيف لها واحد راس معلقه ديال الملحه، وغادي نوضعها فوق عافيه متوسطه كتشحر. جبت هنايا مقله ثانيه، ضفت لها هنايا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال زيت المائده. كنضيف هنايا صدر ديال الدجاج، راس معلقه ديال الملحه، وغادي نوضع المقله فوق عافيه متوسطه. كنخليها كتبدا تشحر وكنبقى نخلط اولا كنبقى نحركها مره باش كتشحر يعني بجميع الجوانب. بالنسبه للصدر ديال الدجاج كذلك بالنسبه للبصله حتى هي نفس الطريقه كتشحر وكنحركوها مره باش كطيب لينا كامله. غادي نضيف هنايا تقريبا واحد نص معلقه اولا معلقه صغيره ديال المعدنوس اولا البقدونس يابس اولا مجفف. غادي نضيف كذلك نص معلقه ديال الثوم المجففه اولا الثومه اليابسه، وغادي نضيف نص معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. كذلك بالنسبه للبصله كنضيف لها هنايا نص معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. غادي نخلط الكل حتى غادي ينسجم ليا البصله مع ديك راس معلقه ديال الابزار. وكذلك بالنسبه للصدر ديال الدجاج حتى هو غادي نحركو. يعني بالنسبه لدوك التوابل اللي ضفنا يعني كامل يعني تقريبا واحد 2 دقائق هو كيتشحر صافي، وغادي نحيدو فوق العافيه. غادي نخليه على جانب، وفي نفس المقله غادي نضيف هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. كنضيف هنايا البروكلي اللي من قبل سلقته مع قبيصه الملحه. كتقدروا تفوروه الا ما بغيتوش تسلقوه، يعني الا كان غادي ياخذ لكم وقت طويل باش كينشف من الافضل تفوروه. هنا بالنسبه للبصله صافي راه طابت، غادي نحيدها ونخليها على جانب. وفي نفس المقله كنضيف معلقه ديال الزيت المائده. ضفت هنايا الشامبينيو اولا الفطر، وغادي نخليهم كيتشحروا. هنا بالنسبه كذلك البروكلي كنخليهم كيتشحروا. ضفت هنايا واحد راس معلقه على الشامبينيو اولا الفطر. كذلك بالنسبه للبروكلي ضفت مره اخرى حيت من قبل راني درت الملحه تسلق بها. ضفت هنا واحد راس معلقه الملحه وراس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال الحار، وكتبقى اختياريه راه ما كيجيش حار بزاف. بالنسبه للشامبينيو حتى هو ضفت له هنايا واحد راس معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. وغادي نبقى نخلط الكل حتى كيتشحروا مزيان. لا بالنسبه للبروكلي اللي ضفت له التوابل كذلك بالنسبه للشامبينيو صافي. هنايا من بعد ما تشحر الشامبينيو كما شفتوا صباح على هذا الشكل غادي نحيدو. وبالنسبه كذلك للبروكلي حتى هو غادي نحيدو، غادي نخليهم على جانب. وغادي نمروا لطريقه التحضير ديال صلصه البيشاميل. بالنسبه جبت كسرونه هنايا، ضفت لها هنايا طرول لارب ديال الحليب، وغادي نوضعها فوق عافيه كتسخن. غادي نجيب طنجره، غادي نضيف لها 2 معالق ديال الزبده كبار. غادي نوضعها حتى هي فوق عافيه متوسطه. بالنسبه لهاد الصلصه ديال البيشاميل بواحد السرعه كطيب على حساب الحليب كنسخنوه ما كنوضعوش بارد. هنايا ضفت 2 معالق تقريبا ديال الدقيق، وغادي نبدا كنخلط. من بعد ما دابت ليا الزبده هنايا صافي كنبدا كنخلط هاد الدقيق الابيض، كنخلطو مزيان مع الزبده على عافيه تكون ناقصه باش ما كيتحرقش لينا وفي نفس الوقت كيطيب. هنايا كنبقى نضيف الحليب من بعد ما سخن. كيف ما شفتوا راه بواحد السرعه كتوجد هاد الصلصه ديال البيشاميل. علاش؟ حيت كنضيفوا لها الحليب سخون يعني ماشي الحليب بارد، واللي بغى يضيفوه بارد كيبقى له الاختيار.
انا عطيت غير واحد المعلومه للناس اللي كيبغيو يخدموا بواحد السرعه. صافي هنايا كما ما شفتوا راه بواحد السرعه وجدت. كنبقى ندير هاد الطراب اليدوي، كنبقى نخلط به بهذا الشكل، وغادي نضيف هنايا 2 فصوص ديال الثومه غادي نضيفهم في هذه المعاسه. كتقدروا تحكوهم او لا تدقوهم، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. ولا عندكم هذه المعاسه كتستعملوها بهذه الطريقه، راه كتجي الصلصه البيشاميل كتجي لذيذه بزاف بالثومه بهذه الطريقه. صافي هنايا من بعد ما معستهم بجوج بهم هذوك 2 ريوس، غادي نخلط الكل حتى كتندمج ليا الثومه مع الصلصه. كنضيف هنايا معلقه صغيره ديال المعدنوس اولا البقدونس مجفف، وغادي نضيف راس معلقه ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. وكنبقى نخلط مزيان باش كتنسجم ليا التوابل، وفي نفس الوقت كطيب الثومه مع الصلصه البيشاميل بهذا الشكل. هنا طفيت على العافيه وغادي نخليها ترتاح 1-2 دقائق وهي سخونه. كنضيف لهنايا تقريبا 51 غرام ديال الجبن اي جبن متوفر عندكم، المهم اللي متوفر عندكم في الدار. درت هنايا انا الجبن صافي، وكنخليها على هذا الشكل كيف ما شفتوا القوام ديالها كي كتجي بواحد السرعه كتوجد. غادي نمروا ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نوجدوا هاد الكغاتان. هنايا ضفت هنايا البصله، سرحتها هي الاولى على هذا الشكل، بصله اللي من قبل شحرناها. وغادي نضيف هنايا واحد تقريبا واحد النصف ديال البروكلي حتى هو. غادي نضيف هنايا الصلصه ديال البيشاميل، كنضيفوها من حتى هي سخونه بهذه الطريقه. وغادي نضيف كذلك بالنسبه ديال الصدر ديال الدجاج، كنضيف واحد الكميه اللي كتكون معقوله على هذا الشكل. كنضيف الشامبينيو بهذه الطريقه، يعني كنضيفو كامل بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه. كنضيف هنايا الجبن اللي كيعطيه واحد المذاق صراحه لذيذ وكتجي معلكه هاد الكغاتان. وغادي نضيف البروكلي اللي تبقى ليا النصف الثاني على هذا الشكل، يعني كامل كنسرحوه على المول. وغادي نضيف الصلصه ديال البيشاميل باش غادي نغطيو هاد البروكلي كامل ما يبقاش يبان، باش كتجينا الطبقات متساويه وكيجينا الكغاطا يعني كامل بهذا الشكل. غادي نضيف قطع ديال الصدر ديال الدجاج اللي تبقات ليا يعني كامله كيف ما كتشوفوا قسمتها على نصفين بهذا الشكل، كنسرحوها كامله. وكنضيف المره الاخيره الصلصه ديال البيشاميل، كنغطي بها هاد الكغاتان كامل. كيف ما شفتوا الصلصه راه مازال سخونه يعني ما بردتش. صافي كنبقى نسرحها كامل، كنبقى نغطي هاد الكغاتان كامل. ومن بعد غادي نضيف الجبن. بالنسبه للجبن كنعاود نذكر بالنسبه للاخوات اللي متوفر عندكم، اللي المهم كيجي يعني محمر وكيجي مقرمش يعني به. ده بالنسبه للاطباق اللي كتحضروا او الوجبات. هنايا صافي من بعد ما غطيته كامل بالجبن غادي ندخلو الفران. بالنسبه للفران راه سخون من قبل، راه على 170 درجه. غادي نخليه لمده 30 دقيقه كيطيب من التحت مزيان، ومن بعد عاد غادي نشعل على الوجه ديالو باش كيتحمر. هنا من بعد ما غادي يطيب ان شاء الله نتلاقاكم في الشكل النهائي ديال الكغاتان. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاتان. كيف ما شفتوا كيجي محمر وكيجي مقرمش يعني في الشكل ديالو. وكذلك بالنسبه للمذاق غادي نشارك معكم الشكل ديالو من الداخل. كيف ما كتشوفوا كيجي معلك وكيجي لذيذ في المذاق. كنتمنى تجربوه. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقدموا لكم بالصحه والراحه والهنا، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد الى فيديو مقبل. ما بقى نقول لكم الا الى اللقاء.